صباح الخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الباميه بطريقه سهله وبسيطه، وطبعا ما فيش فيها اي حاجه، نعملها على طول 10 دقايق هنكون مخلصين. هنبدا اول حاجه كده هنقول بسم الله ونصلي على رسول الله، وهنزل بمعلقه زبده في قلب الحله اللي احنا هنعمل فيها الباميه، اللي هي السمنه او متوفر عندك زيت، اي حاجه متوفره عندك تقدري تضيفيها. بعد كده هنزل بقطعتين كده، حتتين من الدهن حلوين في قلب الزيت. وبعد كده عندي بصلتين متخرطين صغير، نزلت بيهم لحد ما خدوا اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده عندي معلقة من التوم، وعندي كمان فلفل مهروس معاه، ونزلت بيه كده في البصل. هستنى لحد ما اشم ريحتهم وهنزل على طول بالبامية بتاعتي. بعد كده عندي نص كيلو، ونص كيلو بامية، احط له نص كيلو طماطم، وعندي كمان طبق من الشوربة ضفته كده عليهم، وهقلب بقى كده واحط البهارات بتاعتي. هحط ملح وفلفل وكمون، فلفل اسود طبعا. وبعد كده هغطي عليهم واسيبهم يستووا. اللي مش متوفر عنده شوربة يا جماعة يقدر يضيف مرقة لو حاببها، او مية عادي. بعد كده انا مجهزة عندي بقى برنجانة قطعتها، وعندي شوية مية حطيت فيهم معلقة من الملح دوبتها، نزلت بالبرنجان بتاعي وسبت كده على جنب عشان ما يشربش زيت كتير. هجيب بقى هنا بطاطساية اخرطها كده تخريط زي ما انتوا شايفين صغير خالص عشان نعملها شيبسي. ده طبعا بجهز كل حاجة كده جنب البامية بتاعتي. على ما اجهز الحاجات اللي هي جنب البامية دي هكون البامية استوت. مفيش اي ما بتاخدش وقت. انا نزلت بقى بالبطاطس تتحمر وسبتها، وبعد كده هجيب بطاطسية تانية كده اقطعها برضو، وهنزل كده هعملها مهروسة. بحب اكلها مع البيض بتبقى جميلة، جربوها. آه، هحطها واحط عليها شوية من الفلفل الاسود، وشوية ملح، وشوية كمون، ومعلقة من السمنة البلدي، وهقلبهم مع بعض واحطهم على البوتاجاز بقى على نار هادية كده يستووا لحد ما نشوف هنحمر بقى البرنجان. هنا البامية بتاعتي كانت تقريبا يعني استوت زي ما انتم شايفين كده. حبيت ان انا اقلبها في النص كده وسبتها تكمل سواها. هنحمر بقى البرنجان وهنجهز الدقة مع بعض. انا الدقة بتاعتي هرسلها طبعا توم، وهرسلها كمان فلفل معاها. وجبت طماطمية كده بشرتها ونزلت عليها بيهم. وعندي كمان اوراق الكزبرة، شوية كده من الكزبرة الورق بتاعها مقطعاه شوية كده ونزلت عليهم برضو في قلب الدقة. طبعا حطيت ملح وكمون وفلفل اسود، البهارات اللي انت حباها. وبعد كده نزلت بعصرة ليمون، نص ليمونة كده عصرتها عليها وقلبتها، وحطيت الدقة على البرنجان عادي. جربوها بيبقى طعمها حلو. حمرت كمان فلفل اخضر، وحمرت شطة، بتبقى جميلة جدا جنب الاكل وجنب البرنجان. بتحطوها يعني كنوع كده اللي حابب يغير. انا هنا بقى خلصت البطاطس بتاعتي وخلصت البرنجان. عندي كمان علبة تونة، نزلت بيها كده في قلب الطبق بتاعي، وعصرت عليها كمان نص ليمونة، وحطيت لها طبعا ملح وفلفل وكمون، ودي البهارات بتاعتها، وقلبتها وظبطتها وسبتها برضو على جنب. عندي كمان الفلفل خلاص انا كنت حمرته، نزلت بيه كده في قلب الطبق، رصيته. وكان عندي كمان شطة، حطيت طبعا عليهم ملح بكمون وسبتهم على جنب. خلاص هنا بقى البامية بتاعتنا كانت استوت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. قوامها كان جميل وكانت مظبوطة. بألف هنا وشفا لله هيجربها. اتمنى ان انتوا تدعموني في القناة وتعملوا لي لايك وشير وبس كده. ما تنسوش بقى لو خلصتوا الفيديو ووصلتوا لاخره تصلوا على النبي. لو عجبكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير عشان يوصل لكم مني اي حاجة بنزلها جديدة. وبس كده.